السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. يلا بينا نعمل الغدا. الحلة سخناها كويس جدا، ضفنا فيها 4 معالق زيت. اي مادة دهنية ليا، آه سمنة، زبدة، اي حاجة. انا اخترت الزيت. جبت اللحمة ما بتتغسلش، ما بتتنقعش، ما فيش اي حاجه، يعني ممكن تديها شطفه بسيطه خالص، مطرح بس مسكه ايد الجزار، اي دبان، اي حاجه. شطفه بسيطه وتتصفى وتنزل في الحله السخنه على طول. لكن غير كده لا. معانا ورق لورا، زودي بقى حبهان، مستكه، اي بهارات انتي بتحبيها في الشوربه بتاعتك زوديها. اي خضار بتحبيه في الشوربه بتاعتك زوديه. انا بكتفي بالحاجات اللي بقولكوا عليها دي، بيبقى طعم بسيط واللي انا متعوده عليه. معايا بصل، فلفل اسمر معلقه كبيره، معايا ربع معلقه كمون، معايا الملح لكن مش هضيفه دلوقتي، بضيفه بعد تلتين الوقت. في حله تانية كنت غاليه ميه، ببدا اضيفها كده، ببدا اغير قطعه اللحمه لما اللي تحت تاخد لون. ما اضيفش الميه قبل ما اللحمه في الاربع جوانب بتوعها تكون طالتها النار ولونها اتحول للون البني. بعد كده ببدا اضيف الميه المغليه. الجزء الابيض اللي فوق ده اول ما بتغلي غلوة عافية بيتجمع في مكان واحد، بروح شايلاه مرة واحدة ورميها في الحوض. في صينية معايا معلقتين 3 زيت. البطاطس نضفاها ومقطعاها وغسلاها، وهننزل نديها تشويحة كده. ليه بديها تشويحة؟ بحسها بتدي في الاخر تست كأنها يعني ايه، مشوية. هي بيبقى طعمها جميل جدا ما شاء الله، فجربوها بطريقتي دي وهتتبسطوا من طعمها. معايا بصلايه كنت مدبلاها كده بايدي، عليها فلفل اسمر وملح، وضفت معلقه صلصه كنت برضو مسوياها، وزدتها ميه، وهسيبها تغلي على نار. بعد كده هدي النار لحد ما ايه تستوي. يلا بينا بقى نعمل فاهيتا فراخ، هحشي بيها الجلاش، وهوريكم بقى حاجة انا بعملها بضيفها بقى في اي حاجة بتبقى زي العسل. في حلة سخنة معايا معلقتين زيت، معايا بصلاية كبيرة متقطعة، دبلتها، نزلت عليها فلفل اخضر حراق ورومي، بعد كده نزلت عليها فلفل الوان، نزلت عليها بورق لورا، معلقتين جزر مبشورين، وبعد ما دبلوا بنزل عليهم بطماطمتين متقطعين مكعبات. ما بين كل حاجه والتانية بس الحاجه الاولانيه تدبل شويه، بنبدا بالبصل لانه بياخد وقت على النار شويه. معلقه فلفل اسمر، معلقه كبيره مهرمه كده، وهضيف كمون، وهضيف ملح، هقلبهم و هنقلهم على عين تانية. طب هي فين الفراخ اللي انتي قلتي عليها؟ الفراخ انا مقطعاها رفيع جدا، لان الفراخ دي اصلها شاورما، فما بتاخدش وقت على النار. فانا لو ضفت الحاجات دي، او هي ضفتها الاول وبعد كده ضفت الحاجات دي عليها، الفراخ هتكون دابت، وانا عايزه احس بطعمها. في طاسه تانية معلقه زيت، دي بقى التتبيله، لو عايزينها قولولي انزل لكم التتبيله بتاعتها في فيديو جديد. كده انا بنزلها يعني بوزعها على الطاسه، وانا هنا مختاره طاسه تكون واسعه عشان تاخد الكميه كلها، وفي نفس الوقت ما اضطرش ان انا اقلبها. انا عايزاها كلها تاخد لون، وفي نفس الوقت يكون اللون ده إيه، يعني حقيقي. بفردها، انا مش بقلبها خالص، لسه هي ما خدتش اي لون. اعرف ان هي خدت لون ازاي؟ بتبيض، بترجع للون بتاعها تاني. التتبيله اللي انا عملتها هناك، الخضار اللي انا عملته هناك ده مش هيخلص كله، ليه؟ هيتبقى. هتعملي فيه ايه؟ مش هرميه، مفيش حاجه بتترمى. هسيبها لما تهدى خالص، وهنقلها في علبه واضيفها في الفريزر. حبيت اعمل صدق، حبيت اعمل فراخ في شبه دي تاني، حبيت احطها على الفول، حبيت اعمل بيها اي حاجه، بنزلها تفك دقيقتين، واخد منها اللي انا عايزاه، واضيفه على الحاجه اللي انا بعملها. بصوا الفراخ ما خدتش وقت
خالص، تقريبا في التانية كانت خلصت، ما بتاخدش 3 دقايق حرفيا. انا كنت مقطعه الفراخ دي اصلا لشاورما، وفعلا كنت عامله بيها شاورما، كنت منزله لكم برضو الفيديو بتاعها. لو عايزين تتبيله الفراخ قولوا لي. نتفاعل يا جماعه، نعمل اشتراك، نعمل لايك، كومنت، نتواصل كده مع بعض عشان انزل لكم الحاجه بتاعت رمضان. انا برضو اشتريت شويه حاجات كده حلوه، عايز انزل لكم الاسعار بتاعتها وتشتروها منين. معنا هنا لفه جلاش فردتها، وهنا بفردها علشان يبقى العدد في اليمين زي العدد في الشمال، بفردها خالص. تمام. هاخد منها على قد الدايره بتاعت الصينيه، ومش هنرمي الزيادات، مفيش حاجه بتترمى. تمام، مفيش حاجه بتترمى. معايا الصينيه دهنيها ماده دهنيه زيت. ما باخدش ورقه ورقه ليه؟ اصل كده مش هيورق. لا لا، مفيش حاجه اسمها كده. احنا بناخد 3 ورقات ونشقشق كده عليهم بشويه زيت بسيط جدا، وننزل عليهم بالخلطه اللي احنا عملناها، او 4 ورقات او 5 ورقات، انت شوفي انت حابه تعملي ايه. وبعد كده هننزل بالطبقه التانية، بنقفل وبنقطع بالسكينه. وبعد كده بندخلها الفرن، بنكون مسخنينه من قبلها، تورق الاول، وبعد كده بنضيف الشوربه السخنه او اللبن اللي انتي يعني شوفي انتي بتسقيها بايه واسقيها. انا بحب اسقيها بشوربه، بتطلع نتيجتها زي تسقية اللبن والبيض بالظبط، بل احسن كمان. دي شوربه مغليه انا كانت عندي. بصوا ما بتاخدش وقت حرفيا، صينيه الجلاش اقل من 10 دقايق بتكون ما شاء الله جاهزه معاكي. قبل مرحله الشوربه دي وقبل مرحله الفرن، انت تقدري تشيليها لرمضان زي ما هي كده في الفريزر، تطلعيها تفك شويه، وبعد كده تسقيها وتقطعيها وتدخليها الفرن على طول. برضو من التفريزات الحلوة لرمضان اللي بتساعد ست البيت. هنعمل الرز، يلا بينا. معانا في الحلة نص كوباية او كوباية الا ربع زيت، تسخن كويس قوي. هننزل عليهم بشعرية. الشعرية قد ايه للرز؟ انا بحب الشعرية زيادة شوية، يعني على كيلو رز ممكن احط كوبايتين شعرية او 3 كوبايات كمان. الرز غسلاه كويس جدا ومصفياه من المية، وبعد كده ضفته على الشعرية الذهبي بتاعتنا، معلقة ملح. بقلب كويس قوي. ليه؟ عشان الرز يتغلف بالزيت. ليه بيتغلف بالزيت؟ عشان الرز يطلع مفلفل، فاهمين؟ غلفناه كويس بالزيت، نبدأ بقى نضيف العقد بتاعه. من رز للرز العقد بيختلف، بس هي واحد في كل حاجة. من ناحية ايه؟ احنا بعد ما بنضيف المية بنوقف المعلقة كده زي ايه في النص، بنكون مسوين الرز كله، بتبقى ازيد من راس المعلقة حاجة بسيطة المية كده، يبقى العقد مظبوط. اول ما المية تغلي بنهدي النار او ننقلها على عين صغيرة، امن وافضل. الرز بياخد معايا مش نص ساعة، يعني على حسب كميته. بنشيل الرز اللي في الاحرف ده، بننزله تحت المية عشان يستوي، عشان تاخدي افضل نتيجة، ما يبقاش فيه رزاية ورزاية. لا، امشي على الخطوات اللي قلتلك عليها دي. هنغطي، وان شاء الله مش هياخد اكتر من نص ساعة وهيبقى زي العسل. ما شاء الله. شايفين انا بحاول اوصل المية لكل الناحية.